صادق الوعد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. الساده الحضور، مرحبا بكم في دار في هذه المناسبه. اسال الله ان يعيننا على امتثال اوامره واجتناب نواهيه. القائل في معظم كتابه لما اليتيم يقول سبحانه وتعالى: وهو اصدق القائلين وآتوا اليتامى اموالهم ولا تبذلوا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم إنه كان حولا كبيرا. ونتذكر في هذا آيات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ولد محمدا يتيما وهو مسكينا هو الذي فقد والده في هذه الحياة قبل أن يكن رجلا. ونوال التكليف قال المسح على رأس يتيم لا يمسحها إلا الله كان له كل شعرة فاتقوا الله وحافظوا على أموال اليتامى وقوموا عليها في أمانة وصدق وروحها بإخلاص ووفاء. وتأملوا معنى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هاتين. وجمع بين إصبعين: اللهم ارزقنا الصبر والطاعة والتوبة والمغفرة والإحسان ولذة الإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نشكر كل من ساهم في حفلنا هذا، كما نشكر بالأخص مدرسة بدر لأنها هي التي جابت لنا أكثر من 70% من التبرعات للأيتام. ونشكر كل من ساهم في هذا كما نشكر السيد الوزير جمال عبد الله جامع مدير إدارة الصوت التعليمية ونشكر الأستاذ سيد علي بيومي مدير إدارة التعليم والابتدائي. كما نشكر كل السادة الضيوف لهم منا كل تقدير واحترام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرب الفاضل الاستاذ جمال عبد الله جامع مدير عام اداره الاسلوب التعليميه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى انبياء الله ورسوله جميعا. باسم حضراتكم نرحب بالاخوه الضيوف الذين حضروا هذه الاحتفاليه الاجتماعيه المعبره تعبيرا صادقا عن مشاعر طيبه وطياره لا أقام هذه الاحتفالية ليعبر عن سياسته التي يتعامل بها في حيزه وفي المنطقة التي يقودها من المدارس، ولم يقتصر على هذا وإنما تعداها إلى مدارس القطاعات الأخرى لكي يظهر بمظهر التكافل الاجتماعي المدرسي. هذا تكافل اجتماعي، ولن تتقدم الأمم ولن تتقدم الشعوب إلا بمثل هذه الظواهر التي تنشر روح المحبة، روح اللقاء، روح الود بين أبناء المجتمع الواحد، بين أبنائنا التلاميذ. إذا كان هؤلاء التلاميذ الذين قدموا هذه الفقرات ليعبروا عن فرحتهم بزملائهم الذين فقدوا أباءهم، هذه تربية سوف يعيش معها ويعيش بها هؤلاء التلاميذ.
لأنهم دائما سيكونون في المستقبل خيرين بطبيعتهم، يسعون للآخرين أو يسعين للآخرين، يمد لهم يد العون، يد العطاء، يد المساعدة. هذه مشاركة ناجحة، مشاركة طيبة. إذا انتشرت في المجتمع فإن لن يحس فرد فينا بأنه مفرد، بأنه افتقد أبا، افتقد أمه، وإنما لابد أن نعوضه عن هذا الحنان وعن هذا الحب وعن هذا العطاء بمثل هذه السلوكيات التي تقيمها المدارس. أهم مدارسنا جميعا أن تحسن هذا الحسن وأن تتقلد هذا التقليد داخل المدارس، وأن تنشر روح الحب بين الأبناء، أبناء المدرسة الواحدة وبين أبناء المدارس الأخرى. ننفتح معا كل منا على الآخر بروح الود، بروح الحب، بروح العطاء. هذه روح إسلامية ودعت لها الأديان الأخرى. الدين المسيحي أيضا دعت بالمحبة ودعت بالود ودعت إلى أن يكون المجتمع نسيجا واحدا، المجتمع كله جسد واحد تشتكى منه عضو تداعى له سائر أعضاء الإنسان والحمى. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض. صدق الله العظيم. هذا كلام لا يقال ولا لضياع الوقت، إنما لابد أن نتعلم منه. هذه دروس تربوية لابد أن نتعلمها، وهذا اليوم ودرس تربوي. فعاليات هذا اليوم أنا أعتبرها درسا تربويا لنا جميعا، أن نتعلم أن نفكر في الآخرين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الفعالية أنا حرصت على حضورها لأنها فعالية ذات قيمة وأفضلها عن أي فعالية أخرى، لأننا نهتم بجزء من أبنائنا، نهتم ببعض أبنائنا الذين هم في حاجة إلينا حتى يحسوا أننا لن نهملهم، وإنما هم في المقدمة. أنا أرحب بهم وأهيب بهم جميعا في مدارسكم، وعلى أن تهتموا بهذه الفئة من الفئة، حتى الغني منهم. أقول حتى الغني منهم، إذا كان يتيما فلا بد أن نهتم به، ولا بد أن نعوضه حتى لا يضيع، ويعتقد دائما ويعرف دائما أن هناك رقابة عليه، أن هناك اهتمام به، أن يبقى الإنسان. تحية للمدارس التي شاركت في هذا. وكما سمعت مدرسة بدر التجريبية، المدرسة دائما تعطي فينا دائما في المبادرات القدوة في المشاركة، والمشاركة أمر غاية. المشاركة نحن في حاجة إليها، ولن نتقدم إلا بالمشاركة السخية المخلصة الفاعلة. تحية لكم في هذا اليوم، وأنا أشكركم على أن سمحتوا لنا بالحضور في هذا اليوم وهذه قامت هذه الفعالية. كما أحيي هذه المدرسة، مدرسة الصريح، وأحيي قيادة المدرسة على استضافة هذا، وأشكرهم سعدت أيضا بما رأيته من أن طفلة تقود الطابور الصباحي، تقود زميلاتها في الطابور ويقدمنا الفقرات، وإلى أن تقود طابور. وهذه تربية جيدة، هذه تربية نحن في حاجة إليها، اسمها الإدارة الذاتية، إدارة طلاب ذاتية، أن تقود البنت والطالبة زميلاتها في الطابور، يقدمنا الحفلات وهي التي تشير إليهم والتي تنظم هذه الفقرات، وهذا مظهر تربوي جيد أيضا، وأتمنى أن ينتشر السلوكيات. شكرا لكم على هذا